أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود عنه: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. أما بعد، فيا أيها الناس، أقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح آخرتكم، وأعرضوا عما ضمن لكم من أمر دنياكم. إنه من بدأ بنصيبه من الدنيا فإنه نصيبه من الآخرة، ولا يدرك منها ما يريد. ومن بدأ بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من الآخرة ما يريد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله ما تحرك متحرك وارتج، ولبى محرم وعج، وقصد الحرام من كل فج، وأقيمت لله في هذه الأيام مناسك الحج. الله أكبر مما نهرت بمنن النهائر. الله أكبر ما نهرت بمنن النهائر، ما نهرت بمنن النهائر. وعظمت لله الشعائر، وسار إلى الجمرات سائر. وطاف بالبيت العتيق زائر. وبعد، فيا أيها الناس، شمروا وفقكم الله لآجلة لا بد من عمارتها، وقدموا لها من عاجلة لا سبيل إلى دوام استيطانها. واسلكوا فيما بينكم سبيل العدل والإحسان، وخالفوا الشيطان والهوى، فالشيطان يدعو للسعير والهوى يجر للهوان. وراقبوا الله الرقيب على من أطاع من عباده وعصاه، ولازموا التقوى كما أمر الله عباده وأوصى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يغفر لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين.